أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله توكلت على الله. قبل أن أبتدئ بالبحث، هناك نقطتان مهمتان أريد أن أوضحهما. النقطة الأولى بالنسبة للأذان. يعني أسمع من بعض الأخوة يابا الجامعة تتأخر بأذان المغرب وبأذان الصبح. احنا نشتغل يعني وفق منهج غير الله مخليه ورسول الله مشرعه، لو نشتغل بكيفنا يعني شو وقت ما يعجبنا نمدن، ما يصير. اكو مواقيت شرعية زين واحد لازم يلتزم بها. فرق بين مسجد ومسجد نص دقيقة، وهذا قال حي على الفلاح، هذا أمسك. اكو موعد واحد ينطلق به، يعني يسمونه خط شروع. فالمشكلة مو بالإفطار، المشكلة مو بالإفطار. بالنسبة إلى مقلدي سماحة السيد الشهيد رحمة الله عليه، مقلدي سماحة السيد الشهيد وأنا واحد من عندهم، زين، ذولا يفطرون يعني يحل عندهم الإفطار، يحل الإفطار. هسه أنت أكلت ما أكلت هو من صح الله أكبر، أنت مفطر، سواء حطيت لك شي بحلقك ما حطيت شي بحلقك أنت مفطر، خلاص انتهى. أما إذا أنت تقول لا أنا أظل صايم، هذا صوم الوصال، إنه صومك كله حرام، لأن حرام صوم الوصال. فهي مو المسألة مسألة أنه يصيح الله أكبر آكل وأشرب، لا تأكل ولا تشرب، يعني شنو؟ تظل صايم؟ لا، أنت بحكم المفطر. أذن الأذان، وعليكم السلام، أذن الأذان، أفطرت أم لم تفطر فأنت مفطر، انتهى خلاص. هذا خذوها هاي وحدة. الشيء الثاني أنهم قليل سماحة السيد عندهم الإفطار عند سقوط قرص الشمس، مو عند غياب الحمرة المشرقية. احنا قاعد نسولف بالصلاة. الأذان للصلاة، الأذان للصلاة مو للصوم. فمن يصيح الله أكبر، أكوادم من تقول الله أكبر، المؤذن يأذن ويصيح الله أكبر، ايش راح يصير؟ راح ينوي، راح يكبر تكبيرته طلعت خارج الوقت، ما احتوت الصلاة كل الوقت، قاعد نضبطها. غير انا قاعد احتاط لك، هي شنو الفرق بيناتها؟ دقيقة. انت صايم لك 12 ساعة ما تقدر تصبر لك دقيقة؟ خلق الانسان عجولا، زين. فزايد ناقص انا ما احبه. انا اشتغل ضمن موازين شرعية، يعجبك اهلا وسهلا، ما يعجبك روح افطر، عسى ما تفطر بالخمسة العصر، ما له علاقة بيك. عسى ما تريد تصلي صلاة الصبح قبل الأذان، شنو العلاقة؟ شنو أنا مجبوريتي على الناس؟ إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر، زين. فواحد يسولف يسرى، واحد يسولف يمنى، هذا أني اللي يعجبه أنا أهلا وسهلا على راسي، واللي ما يعجبه يشوف لا حايط يدق راسه بي، زين. كافي يوميا مسوي لنا هوسه. شنو هي يعني؟ شنو هي تأخرت دقيقة أو تأخرت دقيقتين؟ شنو اللي راح يضرك؟ شنو اللي راح يضرك؟ هاي وحدة. الشيء الثاني أن السيد صحيح أنه عنده يفتهم وعنده علمية، بس يسولف بالعامية ويسولف ألفاظ عامية. أي أسولف بالعامية؟ أنا يعجبني أسولف بالعامية. أنا يعجبني أنه أكسر هذا الجمود الموجود، زين. أنا ما أريد أصير إله، أريد أصير خادم. أنا خادم لهالأمة، فمرة أسولف بعلمية ومرة أسولف بعامية وبكيفي، كيف يعجبك أهلا وسهلا، ما يعجبك لا تسمعني. أكو غيري صاعدين منابر، هم يصعدون منابر، روح اسمع لهم. لا تحكي على واحد. أنت من تريد تنتقد ابدأ بنفسك، زين. يعني إلا أصعد
وأسولف بالصغرى والكبرى والأمور المعقدة الفلسفية، يلا تقول السيد يفتهم ويلا تستمع لي حتى أنت ما تفتهم. لا، أنا أريدك أنت تفتهم، وأنا هم مو بحالك. أنا 2 3 يقعدون ولا واحد، بس أنا أقعد وحدي أسولف، هاي أنا مقتنع به. 2 3 يستفيدون يكفي يا علي، لأن هدى الله بك إنسان خير من أن تطلع عليك الشمس أو عليه الشمس. زين، خلوا الأمة توعى، خلي الأمة تفتهم، خلي الأمة تعرف شنو طريقها. أنا يسموني السيد الأستاذ، ما يسموني آية الله. أنا مو آية ولا مرجع، أنا يسموني أستاذ. الأستاذ يعني مربي. المربي لازم ينزل ويا أولاده. لازم أنزل أنا شغلي، أنزل للبقال، أنزل يشتغل بالشارع، أنزل للأمي. أنا مو شغلي قاعد إله يعني بس أسولف إلى الطبقات العليا. لا، أنا الطبقات العليا المثقفين ما لي علاقة بيهم، والخوش أوادم هم ما لي علاقة بيهم. اللي يصلون واللي يصومون هم أخذها ببالك. أنا اللي يصلي واللي يصوم هم ما بحاله، أنا هذا هو يصلي ويصوم. أنا شغلتي ويا المنحرف، أنا شغلتي ويا الناس اللي ما تعرف شلون تتوضا، اللي تريد تنهدي. هذا شغلتي، هذا أني. يعجبك أني أهلا وسهلا، ما يعجبك أني هم أهلا وسهلا. واضح؟ فكل واحد يخلي له حصوايه بحلقه ويسكت. خلونا نشتغل، يوم ما يصير كلها ساكته، خلي واحد يسولف. زين، تحب الوادم، تحب واحد مثلا واحد يجي يتأمر عليها، تحب واحد مثلا يقعد يسولف وهي ما تفتهم. اما واحد بسيط يقعد حاله حالهم، يسولف وياهم، يقعد وياهم، ينزل الى مستواهم، هذا ما يفيد. لا، هذا تعبان. لا، تعبان. انا ادري ليش تعبان. سيد فرقد ادري تعبان، لانه قاعد ياثر بالنفوس، مما انه بعض الناس اللي منتفعه من المنبر واللي حولته من ثوره الى تجاره، انضررت مصالحها. انا اعرفها كل الزين وما يهمني. وش تريد تسوي سوي، ما يهمني. زين، انت عندك كل شيء، انا عندي الله. خلصت راحت. الله اقوى من الكل. بالأمس قلنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه لا تأتيه الأمور عفوا، يعني هناك جهاد، وهناك مكافحة، وهناك مثابرة، وهناك دماء تسيل، فلا تأتيه عفوا. يعني قاعد المهدي هو وربعه، أو ينزل لهم النصر ويفتحون العالم. فالمعصوم سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له لا، ما تأتيه عفوا. لو كانت تأتي لأحد عفوا لجاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما كسرت رباعيته وشج جبينه الشريف. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه النصر بالمكافحة والمثابرة وعليكم السلام والجهاد، كذلك الإمام سلام الله عليه يأتيه النصر بالمكافحة والجهاد. الشيء الثاني أن بالمكافحة والتعب هي عملية تمحيص، لو مو عملية تمحيص، هي عملية اختبار وكشف للنيات. وكلما كان الإنسان بمستوى أعلى في الكمال وفي معرفة الله، كان الاختبار عليه قاسيا، كان الاختبار عليه قاسيا. ولهذا صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي كما أوذيت. ما أوذي مو بذريته، لا لا لا، بذاته بنفسه هو الشريفة. ماكو نبي تعرض إلى ما تعرض إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. سهلة وبسيطة أنه يلزمون واحد من الأنبياء أن ينشرونه، هاي بسيطة، تدري سهلة. أو واحد من الأنبياء يقتلونه، سهلة. بس الصعبة وين عند المفكر؟ وعليكم السلام. الصعبة وين؟ عندما أنه أنت تجي تقلل من شأنه. عند المفكر من تجي تقلل من شأنه، هاي كارثة. لعبوا لك جولة برسول الله،
يسولف صفحة وهم يسولفون بصفحة. سامعها قصة أبو هريرة. أبو هريرة دز عليه النبي قال له شو تعال أبو هريرة أريدك تفتر بالمدينة تصيح شعبان ما العفو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له بخدمتك. افتر بمكة زين العفو بالمدينة افتر. لقى واحد من الجماعة ما أحب أذكر اسمه قالوا لك ايش قاعد تسوي؟ قال له امرني رسول الله انه اقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يقول فضربني بصدري اجلسني على آستي قعدني بالقاع. يقول ذهبت الى رسول الله ابكي قلت فلان فعل بي كذا. قال فلان؟ اجى فلان بويا فلان انت مو انا موصي؟ قال له اي هذا حكيك ما يصرف لي. صعد النبي بذاته الشريفة صعد على المنبر قال لهم بويا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تفهمني؟ هاي أشد لأنه هذا قتل خلص نال الشهادة. بس هذا اللي عاش ويا ناس مشكلة يقول لهم تاقل ولا بيه. علي بن أبي طالب فاليوم صعد على المنبر عشا باهله قاعد جوا المنبر. امير المؤمنين يسولف قام له امير المؤمنين يعني من نقول امير المؤمنين يعني رئيس دولة مسؤولها هو. فقام له قال له علي نعم ماكو يا امير المؤمنين. قال له حديثك حديث خرافة. هذا رجل في الجاهلية يكذب هواية فضرب به المثل. من تريد تقول له الواحد انت تكذب فما تقول له انت تكذب تقول له حديثك حديث خرافة. قال له حديثي حديث خرافة؟ قال له اي حديثك حديث خرافة. قال له شوف لو أردت أو لو شئت لنلتك بذبال سيفي. بس أنا مو دكتاتوري أنا مط الديمقراطية الكل البشرية زين. اذهب يثقفك ابن ثقيف روح. أنا ما قتلك بيدي بس ابن ثقيف راح يقتلك. هاي فعلا راحت الأيام اجت الأيام هاي قدام الناس وصارت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ضد عبد الملك ابن مروان ويدزوا لهم الحجاج وتنتهي الثورة بالكوفة. من جملة اللي طلعوا ويا عبد الرحمن بن الأشعث هذا عشا باهله لزموا قبض عليه أسرى. قال جابوا الحجاج قال لا ولك أعشى ولك طالعوا يمن ويا عبد الرحمن بن الأشعث ضد أسيادك آل أمية. قال له بعد شو تسوي؟ قال له مو تقول وإن تصبك من المكاره لجة فاصبر فكل غيابة تتكشف؟ قال له يعني لا أقول. قال له والله لا أرمينك بغيابة لا تتكشف عنك أبدا. أضجعوه إلى الأرض حطوه ذبحوه. يقول لك واحد يقول أنا واقف من سمع علي بن أبي طالب قال له اذهب يثقفك ابن ثقيف تحت خلاص. فهيك لوعوه. هاي مأساة يعني من مأساة كبرى من واحد رئيس جمهورية وواحد يقول له تكذب ومو بينه وبينه يعني بالناس عموما ويقول له تكذب انت صعبة. ووصل لحد الشك بالقيادات مو من الناس العوام لا من الصفوة. انت سامع بعلي الأزدي من الصفوة يعني مثل كميل مثل رشيد الهجري مثل فلان من الكبار. علي الأزدي من الكبار يسمونه الصفوة. علي الأزدي يقول أنا طلعت ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه في غزواته حروبه ومن صارت معركة النهروان يقول احنا بعيدين عن النهر يعني بالخلفيات نعبر عنها وبعض الجيش مقدمة الجيش على النهر وأمير المؤمنين مضروبة له قبة وقاعد يخصف نعله. هذا النعل مشكلة كل ساعة يتقطع مال الخوص وهو يخصف به.
هسه لو يطيل واحد، لو يطيل قنبر يقول له يا قنبر هذا نعال الخوص اتخذ، لا الا بيده وقدام الوادم يخصف بنعاله. في علي بن ابي طالب. على كل، ف يقول احنا قاعدين، انا يقول صفنت انه علي بن ابي طالب صارت نيته يذبح ذول القراء، يذبح ذول الخوشوادم، ذول فعلا هم قراء، صلاتهم خير من صلاتكم، صومهم خير من صومكم، كذا كذا، ولكنهم يمرقون عن الدين كما يمرق السهم عن القوس. زين، ذولا كبار المدينه، ومن الناس اللي معروفه بعبادتها وزهدها، شلون علي بن ابي طالب راح يقتلها؟ هذا صافن لها السالفه بينه وبين روحه. يقول بينما انا كذلك واذا بفارس قد اقبل، اين امير المؤمنين؟ قالوا له هذا قاعد. قال له يا امير المؤمنين ان القوم قد عبروا النهر. قال له لم يعبروا النهر، استريح خذ راحتك قاعد. يقولوا ظلينا نسولف، يقول واذا بفارس بعد مده جانا فارس ثاني، يا امير المؤمنين ان نصف القوم قد عبروا النهر. قال لم يعبروا النهر، اجلس قاعد بصف ذاك. ورا مده اجى الثالث قال له يا امير المؤمنين جل القوم قد عبر النهر ما بقى الا القليل. قال ويحك لا تكذب، إن القوم لم يعبروا النهر ولن يعبروا النهر، وأن مقتلهم ما وراء النهر، يقتل منكم 9 ويبقى منهم 9. دخل أعطيك النتيجة كلها، أعطيك الحرب هي ونهايتها. علي الأزدي هو يرويها عن نفسه، هو يرويها، يقول أنا صفنت الحكاية علي بن أبي طالب، قلت هذا لو نبي، لو خليفة نبي، اسمع هذا صفوة عود أبشرك، لو دجال، اللهم اشهد إن كان القوم ولو واحد من عندهم قد عبر النهر فإني أول من يضع الرمح في جبهة علي بن أبي طالب. أنا القتال مالته، أنا قاتله، بس أشوف لي واحد من الخوارج عابر النهر إلا أكتله لعلي بن أبي طالب. يقول هذا وين أسولفه بيني وبين نفسي، ما مسولفه الواحد. يقول بعد مدة أمير المؤمنين خلص خصف النعال كمله، صاح وين الشهباء، جابوا له الشهباء، ركبوا الشهباء، نشر الراية يا منصور أمت، طلع يقول وصلنا وإذا القوم لم يعبروا النهر. اسمع عبارته، وبينما أنا أكلم نفسي وإذا الركلة بين أكتافي وأنفاس علي بن أبي طالب تخالط أنفاسي أتيقنت يا أخي الأسد بأني صادق؟ تدري هاي ايش قد مرارة، ايش قد مرارة على القائد من يشك بي أقرب الناس إليه، أقرب الناس وأخلص الناس من يشك بالقائد، ايش قد هاي قاسية وايش قد قاتلة. المهم أنا مو سرد تاريخي، المهم أن الإنسان كلما ارتقى معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما كان بلاؤه أشد وكلما كان اختباره أشد. ولذا فإن قانون التمحيص العام قانون يسري على الجميع بما فيهم الأنبياء، وماكو في سجل الله وفي قوانين الله أن الأمر يأتي عفوا، واحد قاعد مستريح يعني مثل تنابلة باب الأغا حار ورخيص ومقسب، ماكو عد الله حار ورخيص ومقسب، عد الله الحار والرخيص والمقسب تتعب عليه، تروح تنثر الحنطة أو تسهر عليها وتسقيها وتداويها وبعدين تحصدها وبعدين شو تسوي لها، تطحنها وبعدين تخبزها وبعدين تطلعها من التنور، هذا يسمونه حار او رخيص ومقسب. هذا زين جهودك انت، اما تريده وينزل لك بزبيل ما ينزل، ما عنده شيء. زين الامر الاخر في الروايات التي ذكرناها ان الامام سلام الله عليه لا يهرق دما
قط ولا يوقظ نائما. احنا قلنا ان الامام في بعض الروايات شنو؟ لا يبقي احدا الا واخذه بالسيف، يعني بالنسبه للمنحرفين. زين، القسم الثاني من الروايات لا، ان الامام سلام الله عليه لا يهرق دما ولا يجهز على احد ولا يوقظ نائما. وهنا نستطيع ان نقول حتى نوفق بين الروايات، مرة ننظر إلى تأسيس الدولة، ومرة ننظر إلى النتائج المتحصلة من تأسيس الدولة. الدولة عندما تؤسس لازم يهرق بها دم، أي ثورة هسه بالعالم، أي ثورة أخذها، ترى ثورة الإمام ما تختلف عن بقية الثورات إلا بأمور، يعني نقطتين: القائد إلهي والدستور إلهي، هاي هي، عرفت؟ والبقية الثورات وضعية. هاي ثورة إلهية. فشي يصير بالثورات الإلهية من أمور راح تصير بالثورة العفو الوضعية، تصير بالثورة الإلهية. فأي ثورة أنت مرت عليك أو سمعت بيها، من يجون الثوار يقتلون المعارضة، يقتلون المنحرفين عن أهداف الثورة. كذلك الإمام المهدي في بداية تأسيس الدولة العالمية يحتاج إلى السيف من أجل أن يقضي على المنحرفين، باعتبار أنه هؤلاء قد تطرفوا بالانحراف، يعني ما عندهم ماكو مجال أن يتوبوا توبة نصوحة، ماكو مجال أنه ذولا يصيرون خوش أوادم، لأنهم تطبعوا وغلبت على أنفسهم المصالح الخاصة، المصالح الدنيوية، ويجدون في أهداف الإمام سلام الله عليه، يجدون في أهدافه ظلما، ويجدون في أهدافه معارضة لمصالحهم، وبالتالي فيجب عليهم أن يواجهوه. نفوسهم الأمارة بالسوء تدفعهم إلى أن يواجهوا الإمام، فليس للإمام رد عليهم إلا السيف. هذا في تأسيس الدولة. أما لما تقتنع البشرية أن النظام والمنهج والأمور، الدستور هذا وقوانينه، الدستور الإلهي هذا فيه السعادة وفيه حل للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أوقعتها فيها المادية، أوقعت البشرية، فايش راح يصير؟ راح يصير قناعة عند الأغلبية، ومو عند الأغلبية، عند الجميع راح يصير قناعة، وبالتالي فماكو، لا اكو حرامي ولا اكو واحد معارض، ولا اكو واحد يشاغب. تكال الاموال كيلا وتعطى عطاء هكذا بلا عد ولا حساب، ان شاء الله نمر عليها مستقبلا. فاكيد الامام سلام الله عليه ما عنده محاكم، ما عنده محكمة، فلا يهرق دما ولا يوقظ نائما، لان كل واحد عليه الواجبات مأديهن وحقوقه ماخذهن، فماكو شيء، ماكو شيء. سؤال، ننتقل، خلصنا هذا السؤال شلع قلوبنا، صار له 3 محاضرات. ننتقل إلى سؤال جديد: كم هي المدة التي يضع الإمام سلام الله عليه السيف في الأمة؟ احنا افتهمنا السيف وين راح يصير؟ هنا بهالديرة، هاي ديرة اللي بصفنا مجاورين دول الجوار، هاي يضع فيهم السيف في منطقة الشرق، أما الغرب ما له علاقة بهم. فكم هي المدة التي سيضع الإمام سلام الله عليه السيف في هذه الأمة، الأمة المسلمة؟ لأنه أنتم مرت عليكم الروايات أنه لا يأخذ من قريش إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، ويقتل هنا من يصير دولته هنا وعاصمته، يتوجه إلى 70 قبيلة فيبيدهم عن بكرة أبيهم، كلها منحرفة. على كل ايش قد هاي المدة؟ قال الباقر عليه السلام: ثم يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر بيمينه، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله. شلون يا الباقر يرضى الله؟ يقول: ينزل الله في قلبه الرحمة. وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: تفرج الفتن برجل منا يسومهم خسفا لا يعطيهم إلا السيف، يضعه على عاتقه 8 أشهر حتى يقولوا
الله الله والله ما هذا من ولد فاطمة، ولو كان من ولد فاطمة لرحمنا. وأورد السيد البرزنشي في الإشاعة قال: يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر، وفي بعضها 10 أشهر، وفي بعض الروايات 72 شهر، وروايات أخرى مختلفة. هنا راح ندخل نسأل سؤال ضمني: ما هي المبررات أن الإمام سلام الله عليه يعني يوقع هذا القتل في هذه المدة؟ يعني أثناء التحرير شو وقت هذا راح يصير؟ هاي 8 أشهر بس؟ هاي 8 أشهر بيها سيف؟ لو لا كل تحرير العائد يعني إنشاء الدولة كلها تحتاج إلى 8 أشهر أنه يحمل السيف على عاتقه، يعني يصفيها ب8 أشهر هيك معناها، ويبني الدولة لو شنو؟ الجواب: نقول إن المدة التي يحتاجها الإمام سلام الله عليه لإنشاء الدولة وإنهاء المنحرفين هي 8 أشهر، لكن هذا الجواب غير دقيق وغير صريح للأسباب التالية. أولا، أن هذا الجواب يتعارض، والروايات التي وردت أن القتل لا يحدث إلا في منطقة الشرق، أما بقية المناطق الأخرى في العالم فيدخلها الإمام سلام الله عليه سلما. زين. اثنيا، أن 8 أشهر مدة زائدة وهواية على الإمام لهاي المنطقة أن يصفيها ب8 أشهر. نعم، إذا أخذنا بالفهم التقليدي أن الإمام يحط سيف على عاتقه ويفوت عليها يذبحها، زين، نعم يحتاج، لا ما يحتاج 8 أشهر، يحتاج لسنتين، 3 سنين ما يصفيها، 10 سنين ما يصفيها. زين. بس المسألة أنه نظرنا إليها بالمنظار الحديث، أن الإمام لديه الأسلحة الحديثة، وبالتالي ف8 أشهر هواية 8 أشهر. زين. 2 يصفيها أبو صالح. السيد البرزنشي رحمة الله عليه في الإشاعة، طبعا هذا من إخواننا أبناء العامة، زين، يرى أن 8 أشهر يقول هاي ما معقولة وغير مستساغة، باعتبار أن الإمام يعني يحرر العالم من المنحرفين ويبني الدولة ب8 أشهر، هاي صعبة. السيد الأستاذ رحمة الله عليه يرد عليه يقول له: لا، 8 أشهر بس شنو؟ بس عملية القضاء على المنحرفين، أما إنشاء الدولة لا، تحتاج إلى وقت أكبر. وهكذا بينهما مساجلات أنتم في غنى عنها. الجواب الثاني، هذا الجواب الأول انتهى خلاص، ما بطعمه. الجواب الثاني أن هذا القتل الكثير الذي يحدث خلال 8 أشهر ليس للفتح العالمي، بل لاجتثاث المنحرفين من الأمة الداعية في المجتمع. أي أن الفتح العالمي سينتهي بأقل من المدة التي يوضع الإمام السيف في هذه الأمة. السيوطي يورد لنا رواية يقول أن الإمام يبعث رجلا للقضاء على المنحرفين، مو هو يحمل السيف على عاتقه. نقول مو مشكلة سواء كان الإمام أو واحد من عنده، ولكن القائد منه؟ القائد هو الإمام. فأي واحد يبيد الكافرين والمشركين والملحدين والمنحرفين، أي واحد من جيشه، فكأن الإمام شنو؟ هو القائم بهذا العمل. فهذا يعني كأنه يريد يخالف. زين. هنا نسأل نقول الإمام إذا حط هاي الوادي مذبحها، مو هاي راح تصير ردة فعل وأثر سيء ينطبع في نفوس حتى الناجحين ذولا. ليش؟ طبعا الذين يقولون لو كان من ولد فاطمة لرحم، أو لو كان من ولد فاطمة لرحمنا، من راح يسولف هاي؟ مو يسولف الخوش آدمي، يسولف المنحرف. يقول عمي مو معقولة هذا من أصحاب يعني من ذرية محمد،
فاللي راح يطلق عبارة لو كان من ولدي فاطمة لرحم ذول المنحرفين. الخوش أوادم الناجحون ذولا راح يصير عندهم أثر سيء لو ما يصير عندهم ردة فعل، من باعتبار أن ذولا إيش راح يكلفون؟ راح يكلفون هم مين؟ يعني فقعوا من الجاء لو هم أهل هذا المجتمع. لعل الإمام يأمرهم بقتل آبائهم وإخوانهم وأخوالهم وعشيرتهم. زين ذولا شو يسوون؟ زين هذا من يفوت على عشيرته أو يذبحها، لو يفوت على أبوه يذبحها، لو على أخوه يذبحها. زين شنو ردة الفعل؟ يعني شنو مو راح يصير ردة فعل؟ نقول ما تصير عندهم ردة فعل، ذولا ما تصير عندهم ردة فعل. ليش؟ لأنهم ذولا يعني هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم ذولا تمرنوا زين واختبروا كثيرا في زمن الغيبة الكبرى، وقدموا الغالي والنفيس، وقدموا تضحيات كثيرة، ورأوا بأم أعينهم ما يفعله الظالمون بأولادهم وبآبائهم وبإخوانهم وبأبناء جلدتهم، فأصبحت لديهم مرونة أنهم لا يهتمون إلى شيء، عندهم الهدف الإلهي أسمى من كل شيء. هذا وين عندهم الاستعداد والمرونة؟ عندهم الاستعداد والمرونة بزمن الغيبة الكبرى. فإذا جاء ما يصبون إليه، جاء المنقذ وأمرهم، فهنان المصالح الشخصية ما عندهم. ليش؟ لأن العلاقة ما عندهم هم صداقة ويا الأبو، ما عندهم علاقة أبوية، ولا عندهم أمومة، ولا عندهم علاقة أخوية، عندهم علاقة بيش؟ عندهم علاقة بالله. هاي هي، ما عندهم شيء غير الله سبحانه وتعالى وهدف الله. إن نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. فما عنده أبو أخو عم خال مدري شنو عشيرة، ما عنده، هاي كلها يعتبرها مصالح خاصة. المهم لدي الله وهدف الله يجب أن يحقق. زين هذا الحكي من سولفه، هذا بالقرآن قاعد يهدينا إليه، القرآن قاعد يسولف، هذا مو أنا اللي أسولفه. شو دخلنا نسمع القرآن شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أخوك، أبوك، أمك، خالك إذا كان مو خوش آدمي لا تأخذه ولي، لا تعتبره هذا أقرب وتفزع وياه على أخوك المؤمن اللي هو يحمل نفس عقيدتك. ويمضي القرآن شي يقول؟ ومن يتولهم منكم فأولئك هم شنو؟ الظالمون. اللي يتولى أبوه الظالم أو المنحرف أو أخوه المنحرف وينصره على أخوه المسلم، هذا ظالم، هذا فاشل بالاختبار. بعد شي يقول القرآن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وشنو وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إذا كانت هاي السوالف كلها أموال أو تجارة أو آباء أو أخوة أو عشيرة، هاي كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا على كيفكم ظلوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني أنت يا المسلم إذا كان أبوك وأخوك ومرتك ومالك وتجارتك وبيتك أهم وأحب إليك من الله ورسوله، من يحب رسول الله؟ رسول الله من يحبه؟ كل واحد يصفن بيكم يحب رسول الله أكثر لو يحب الحسين أكثر. فإذا حب يعني الحسين أكثر من رسول الله فهذا خلي يراجع عقيدته. رسول الله هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الحقيقة المحمدية.
فلازم الله ورسوله يعني درجة محبة وجهاد في سبيله. ذن ثلاثة أمور، ثلاثة يجن نفس الدرجة الوحدة. ذني إذا تفضل عليهن شيء حتى لو كان الحسين، إذا تفضل على الله أو تفضل على رسوله أو تفضل على جهاد في سبيله، أنت فاسق. يقول القرآن فاسق. ذولا أحب إذا كانت أموالكم وتجارتكم وغير شيء ومن هالسوالف هاي التعبانة مال الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، زين تربصوا ظلوا حتى أنا أجيب أمري. شنو أمره؟ الإمام المهدي حبيبي سلام الله عليه، الإمام المهدي ودولته العادلة. شو يسوي لك إذا جاء أمره؟ شده يعني شو يعطيك علاج؟ سيف ياخذ راسك. خلصت ابوك الله يرحمه، رحم الله والديك. زين، الشيء الاخر المهم الجانب العاطفي والحماسي الذي يبذره الامام، او هو الاندفاع الداخلي نتيجه لاختبارهم ونجاحهم في التمحيص، فيندفعون وراء قائدهم ولا يرون في الدنيا أحد سواه وسوى هدفه، تحقيق هدفه، ولهذا لا يهم أي شيء. هاي افتهمناها هسه. فالناجحون ما عندهم أثر سلبي، أما الفاشلون فهم الذين سوف يقولون متى، أو لو كان من ولد فاطمة لرحم. زين، سؤال: كيف يفتح الإمام المهدي العالم سلما؟ الإمام المهدي شلون راح يفتح العالم إذا يوقع السيف هنا في هذه الأمة؟ شلون راح يفتح سلما؟ غدا إن شاء الله نفهم كيف يفتح الإمام العالم سلما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.